السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وأهلا بكم من جديد وفيديو جديد. النهاردة بقى جايلكم طبعا تشكيلة من الخواتم بطريقة جميلة جدا وشيك من الخرز. احنا هنشتغل في الخواتم اللي هنعملها دي النهاردة. هنعمل كذا موديل مش موديل واحد، طبعا بخامات بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هشتغل بقى بصوا طبعا خيط سنارة مطاط نمرة 7. تمام، ده هيبقى كويس جدا مع الخرزة دي. تمام. وهنا بقى بصوا، هحتاج بقى في الموضوع ده كله هحتاج حاجات كده للخواتم، وهنعمل خواتم بقى على ايدينا بالخرز. واحتاج لولي نمرة 3، واحتاج زي ما انتم شايفين كده، ده كل اللي هحتاجه، والمقص. حاجة بسيطة جدا جدا وشيك وزي ما انتم شايفين بقى. ويلا بينا نصلوا على النبي ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. بالنسبة للخيط، عايزه اقول لكم بقى، الخيط هاخد حته صغيره لان مش هنعمل مقاس كبير. تمام. يعني الخواتم كلنا عارفينها بتاخد طبعا حاجه صغيره، ما بناخدوش خيط كتير. هنبتدي الاول. هعمل بقى بصوا الموديل ده كده، دي ورده جاهزه. تمام. هعمل بقى ايه؟ هعمل لكم خاتم بسيط مع بالخرز اللولي الابيض. وزي ما انتم شايفين بقى اهوت، الخيط ماشي كويس مع طبعا طبعا ايه الخرز دي. تمام. لان الخرزه دي خرمها واسع، فالخيط كده تمام معاها. فاحنا قلنا بقى ايه نعمل بيه. تمام. عايزه تعملي بنمره اجل طبعا اصغر من كده وارفع من كده، اوكي، مفيش اي مشاكل. وزي ما انتم شايفين بقى لضمه عاديه خالص اهي، طبعا كلامي للمبتدئين اللي حابين بقى يتعلموا الحاجات القمر ديت. اهي زي ما انتم شايفين اهوت، حاجه جميله جدا. الورده دي طبعا دي جاهزه. هعمل لكم برضو وردة تانية بالخرز طبعا اعملوا خاتم بقى بالموديل ده. بس انا بوريكم افكار وحاجات جميله جدا نعملوا بها ايه الخواتم دي. تمام. بتقيسي على ايديكي وبتعملي طبعا الموديل ده. تمام. على المقاس اللي انتوا عايزينه بتعملوا ايه الخاتم. وانتي شغاله كده بتقيسي وتشوفي المقاس مظبوط معاكي ولا لا. دي اهم حاجه في الموضوع. الحكايه بتاعت الخرزه ديت عايزه كل شويه تقع اهيت. حاجه جميله جدا جدا وشيك. وانا بحط في الاتنين، خلي بالكم ما بنحطش فيه جزء واحد بس، بشغاله في الاتنين. وزي ما انتوا شايفين كده اهوت. هشوف بقى هنا المقاس مظبوط ولا لا. تيجي بقى نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7. 7 في الجزء ده، 1 2 3 4 5. انا هنحط كمان 2، وهبتدي بقى ان انا اقيس واشوف برضو هكتفي بكده ولا لا. تمام. 1 2 اهوت. وبعدين قبل ما تربطي كده بتقيسي بقى على ايديكي. انا شايفه ان المقاس كده مظبوط. تمام. عايزه اقول لكم بقى بصوا، الحته اللي انا قطعتها هتاخد ختمين اصلا، مش هتاخد واحد بس. فبتيجي بقى من النهايه كده اهوت وبتربطي. الربطه بقى ازاي يا بنات؟ بصوا اهي الربطه بتربطيه كده كويس جدا زي ما انتم شايفين اهوت كده. زي ما انتم شايفين تربطي ربطه بربطه كده علشان تجمدي على شغلك اهوت. اهم حاجه الشغل يبقى مظبوط ومعدول. تمام اهوت. بصي بتشدي وبتفرغي الهواء عشان ايه طبعا ما يتعملش منك. ده كان اول موديل معايا. وبعدين هبتدي بقى نقص. بصوا اهو. عايزه اقول لكم بقى بصوا، ممكن الاجزاء الفاضله دي اعملها بالولاعه. تمام، زياده تاكيد. بس خلي بالكم وانتوا بتعملوا عشان خاطر طبعا ما يتقطعش منكم الشغل من بعيد كده بالولاعه. دي كده اول خاتم اهوت عملته. جميل جدا جدا وشيك. وزي ما انتم شايفين المقاس مظبوط 100% اهوت. فانت ده كان اول موديل عملته. تمام. ده كده اول موديل عملته من الخواتم. ده كده اول موديل. ده بقى تعالى بقى نعمله الموديل التاني. موديل جميل جدا جدا وشيك. والموديل بقى التاني اللي هنعمل لكم بقى وردايه. الوردايه بقى دي هتبقى ازاي اسمها؟ هتبقى بصوا، هتبقى طبعا هناخد الحته اللي انا قطعتها على جنب ديت. مش هناخد طبعا حته تانية. زي ما انتم شايفين كده. هنشوف برضو الكاد هتكفي ولا لا. تمام. هنشوف حته غيرها. انا قلت لكم طبعا انا عايزه اوري لكم برضو ملحوظه مهمه بالنسبه للخيوط ديت.
احنا طبعا عايزه اقول لكم ان احنا اي حته مثلا بنشتغل بيها الخرز، سواء في اي موديل تاني غير الخواتم، احنا اللي بيفضل مننا ما ترموهوش، لان ممكن تنفذي بيه اي موديل من الموديلات دي. تمام، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. تمام كده، تمام لحد كده زي ما انتوا شايفين 5 حبايات. تمام يا امارات كده. هعمل ايه بقى بعد كده؟ بصوا، هجيب واحده من ديت. تمام، وهبتدي اعدي الخيط الاتنين منها. تمام، الخرزه اهي اتعدت في الاتنين. الخرزه طبعا صغيره جدا، وخرمها اصلا واسع وماشيه مع اللي طبعا الشغل. تمام، فبتعملي الخرزايه دي كده اهوت، تعملي ورده طبعا زي ما انتوا شايفين. احنا قبل كده عملنا كذا كذا ايه ورده من الوردات ديت، بس يا رب الخيط يدخل في الخرزايه ديت اهم حاجه. لو مش هيدخل بقى هنغير نعمل موديل تاني، او هنبتدي برضو نجيب خيط تاني واعمل موديل تاني. تمام. اللي بعد كده بصوا بقى، هنبتدي نعمل حاجه تانية مختلفه عن الخرزايه ديت. هنعمل لكم الورده باللولي. تمام، هعمل لكم الورده باللولي عشان تبقى طبعا الخيط يبقى كويس معاه. تمام، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. احط بقى، بصوا ايه يا بنات بقى، احط واحدة خضرة في النص اهو. هوسطن بقى الخيط، بس يا رب الخيط يدخل في تمام. الخيط هيدخل طبعا في الخرزة. انا عايزه اقول لكم الخرزه دي تفسيره غير الخرزه اللولي. اللولي تملي خرمها بيبقى واسع، فاحنا بقى بصوا اهوت. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هعدي بقى بصي الخيط اهوت من هنا ومن هنا، يبقى احنا هنعدي الخيط من هنا ومن هنا. تمام كده يا امارات، تمام لحد كده. طبعا مفيش اسهل ولا احلى ولا احلى ولا اشيك من كده. تمام، طريقه جميله جدا جدا وشيك. وزي ما انتوا شايفين برضه اهوت نفس الكلام، هعدي كده الخيط من جزئين. تمام اهو بصي، اه هنعدي بص الجزء ده كده اهوت. انا عارفه الخيط اللي هو الاستك ده بيبقى يغلب شويه، بس عايزه اقول لكم برضو ممكن تستخدمي اللي هو الارفع منه، بس انا عندي ده موجود دلوقتي، فقلت بقى نشتغل بيه. مفيش اي مشاكل اهوت، شغال معايا ومية مية برضو. ده كله عشان بس نعمل الورده. ادي احنا عملنا كده الورده اهيت نص كده، اعتبر نص الورده كده. هبتدي بقى بصوا اعمل ايه. طبعا هكفلها بواحده من اللولي. تمام كده الامارات، تمام لحد كده. اظن الشرح واضح وكل حاجه واضحه ليكم. انا طبعا بعمل لكم الحاجه اللي هي واضحه ليكم عشان محدش يتلخبط بالنسبه لاخواتنا المبتدئين. شايفين اهوت، قفلت كده الورده جميله جدا جدا وشيك. وزي ما انتم شايفين بقى، ممكن تنفذي حلق ان شاء الله. انتظروا مني برضو حلقه من الحلقات، هنعمل حلق طبعا. هنعمل حلق بقى وتشكيله حلقان، مش حلق واحد. هعدي بقى بصوا، محتاجه ان انا هلف كده واحد، هدخل الخيط بقى بصوا هنا وهنا، واجي عند دي واوقف. تمام، هتعرفوا بقى هنوقف ليه. تمام، زي ما انتم شايفين انا عديت كده الخيط من هنا ومن هنا، ووقفت زي ما قلت لكم هنا في الجزئيه دي. بعد كده بقى بصوا هنعمل ايه. انا كده عديتهم كده ووسطنته. هنعمل بقى بصوا ايه حلوين بعد كده. هاجي بقى بصي، دي كده هتبقى الوحده الرئيسيه، هتبقى ايه الورده اللي هي الرئيسيه. ممكن بقى نكمل بقى بايه، اللي هو التفسيره. ممكن نكمل بالنوعيه ديت الخاتم. تمام، بما ان بقى ايه حطينا في النص واحده باللون الاخضر. تمام، الجزء اللي بعد كده هنحط برضو ايه. انا قلت بقى نكمل الورده دي، الخاتم ده يكمل بايه باللون الاخضر، علشان طبعا يبقى زي الورده اللي في النص. شايفين كده؟ متهيألي هيبقى منظره اشيك واحلى طبعا من ايه، من ان انا احط اللي هو ايه اللولي. تمام، هبتدي برضو بنفس المقاس، بتقيسي وانت شغاله. تمام، انا عارفه الخرز بيطير مني بيروح فين مش عارفه.
تمام. هكمل بقى لحد كده، وانا وانا شغاله برضو هقيس نفس المقاس بالظبط كده على ايدي، على الايد بقى اللي انت هتشتغل عليها. بتقيسي وبتعملي بقى ايه على قد الصوبع اللي انت هتشتغل عليه. تمام كده يا امارات اهوت. وهنعد برضو نشوف ايه النظام، هنعد ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام. وبعد كده زي ما انتم شايفين هنعمل ايه اهوت. 1 2 3 4 5 6. الجزئية التانية بقى حطيت 4، احط كمان 2. هنحط 2 واقيس، لان انا مش عايزة بصهم ان مثلا واحدة طبعا ناقصة عن واحدة، لازم اللي يكون الاتنين قد بعض علشان يبقى مظبوط ومعدول وكده يبقى 100 100. لحد هنا بقى هتعرفي المقاس ازاي. بصي بقى تعرفي المقاس ازاي. دي الوردة طبعا كلنا عارفينها، وكنت عامله لكم برده فيديوهات في القناه تحت اللي عايز الطريقه بتاعتها، بس كانت في اسوره. وزي ما انتم شايفين ده بقى نفس الكلام. لو انتوا عايزين اي موديل بتقيسي بقى، بص اهوت، بتقيسي كده. بتعملي بقى ايه، انا محتاجه كمان خرزتين، يبقى 7 و7 كده 8 و8. 8 و8، وزي ما قلت لكم بيبقى على المقاس الايد. تمام. انا بقى المقاس الايد هنعوز كمان 2، واحده هنا وواحده في الجزئيه التانية. تمام. انا عايزه اقول لكم كل طبعا ايه بتختلف عن التانية. تمام. فاحنا قلنا بقى ايه اهوت. هجيب برضو، لا حكمها هيبقى كده. هنعمل ايه، هنربط. بما ان المقاس مظبوط خلاص هربط بقى كده بالطريقه دي. بتفرغي وانت بتربطي، بتشد الربطه اللي بتربطيها علشان تفرغي الهواء اللي فيها علشان ما يتحلش منك بعدين، لان ده بيبقى مطاط. فطبعا عايزه اقول لكم ان طبعا بيبقى جميل جدا على فكره الخواتم دي بيبقى شكلها حلو، خصوصا لو انت عندك طبعا هتلبسيه على طقم على بعضه. طبعا بيبقى جميل جدا وشيك. وزي ما انتم شايفين اهوت كده خلاص انا ربطتها كويس جدا. هبتدي بقى نعمل ايه اهوت. ده كده كان الموديل زي الموديل اللي انا برضو لابساه ده اهوت، بس ده كان باللون اللي هو الابيض والاسود اهوت. هنعمل بقى هنقطع بقى الخيط بس مش للاخر قوي، لان ايه عايزه بالولاعه بعد كده الحم دولت. تمام. اهو كده زي ما انتم شايفين هيكون كده. وتملي خلي طبعا الخواتم تبقى مثلا يعني مرتاحه في صوابعك عشان تبقى جميله وما تضايقكيش وانت لابساها. تمام. ادي كده اهوت. ده كنت عاملاه قبل كده، فده اللي عملناهم النهارده 2. هنعمل كمان واحد بشكل تاني. تمام. هبتدي بقى في الموديل اللي بعد كده. انا حطيت 8 بس عشان وقتنا وقت الفيديو. دي بسيطه جدا جدا وبسيطه اهيت، مش هتاخد مننا وقت. دي بقى وردة جاهزة احطها. تمام. وردة كده جاهزة اهيت، فقلت احطها لكم اهيت. هاجي برضو من الناحية اللي انا حطيت فيها واحط 8. انا حطيت 8 خرزات، انا كده عرفت المقاس حطيت 8. تمام. بدل بقى ما ادوخ نفسي بتعدي بقى، وبدل ما تشتغلي بقى وتعملي ايه، بدل ما تبقى عارفة كل مرة تاخدي المقاس، بتاخدي مقاسك من اول مرة وتعرفي انت هتحتاجي كام خرزايه. تمام. بتعرفي عددك بالظبط علشان ما تدوخيش نفسك. فانا حطيت 4، حطي كمان 4. فاهم حاجه بتاخدي المقاس وتشوفي ايه اللي عندك المظبوط وايه اللي مش مظبوط، وعشان ما تدوخيش نفسك وتعملي على الفاضي وتحلي والكلام ده كله. دي كلها ملاحظات على فكره لازم ناخد برضو طبعا تكونوا عارفينها، علشان برضو انا ماشيه معاكم واحده واحده وبالتفاصيل علشان محدش يعمل حاجة غلط ويتلخبط. فانا قلت لكم بختصر لكم الحاجة علشان طبعا محدش يتلخبط. تمام. انا هربط برضو نفس الكلام. تمام. هربط نفس برضو اهوت عشان بس ايه محدش يتلخبط. الربطة كلنا عارفينها، بتربطي ربطة وتفرغي الهواء اهي. تمام. تربطي ربطة وتفرغي الهواء منها عشان ايه يا امارات، علشان طبعا الخاتم ما يتقطعش مننا. واهم حاجة تكوني بصي اهي، انا بربط الواحده وربطت كذا ربطه علشان يبقى الشغل معاكي مظبوط ومعدول اهوت. نفس الكلام تفضلي تربطي لحد ما تعرفي ان السمك بتاع الربطان كويس كده، رغم ان هو مش هيبان، بس انا هدي كمان ربطه اهوت
وهفرغ الهواء اللي بين الربطات، علشان طبعا نقطة مهمة جدا ان انتي ما تسيبيش طبعا طبعا فراغ بين اللي طبعا ايه الربطات وكده. ده كده برضو كان موديل اهوت، انا عايزه ابينه لكم. نفس الكلام اهوت، جميل جدا وشيك. اتمنى اللي هو يعجبكم. ده كان بقى حلقتنا بتاعت النهارده، كانت تشكيله من الخواتم اهوت. طبعا شكلهم جمال جدا جدا وشيك، وزي ما انتم شايفين اهوت. وده كمان اهو خواتم شكلها جميل جدا اهي برضو. ده كنت نفذته اهو. اتمنى ان هم يعجبوكم. ما تنسوش بقى اللي يجربهم يقول لي بقى جربهم بلون ايه وعملهم بلون ايه، بطريقه شيك جدا وحلوه جدا، وانتظروا بيها مني اشكال جميله جدا غير الاشكال ديت. تمام، وباي باي.